ايه ده يا مش التوك توك ده بتاعنا؟ ايوه يا نور، بس ما تقوليش قدامه، احنا عشان مدينه عشان ياكل عليه عيش، فما تقوليش كده. ها ماشي. ماشي. شغال يا اسطى. ايوه يا استاذه، اتفضلي. على فين؟ بس هتودينا كام مشوار وفي الاخر هنحاسبك وان شاء الله مش هنختلف يعني. ماشي يا استاذه، اتفضلي اللي انت عايزاه. ماشي تمام. طمنيني يا بنتي، وصلت لحد فين؟ راكبه التوك توك بتاعنا؟ طب تمام، بص ما تحاسبوهوش بقى. يا بنتي تحاسبيه ايه بس، ما تجننينيش. تختبري ايه؟ بقول لك راجل شغال معاه بقاله 3 سنين، جاي تختبريه بعد 3 سنين؟ لا ما تقلقش، هو كويس و100 100. يوه ما بحبش نشوف ايه دماغك دي. خلص اللي انت عايز، اعمل ايه؟ خلصوا ما تاخريش، يلا سلام. انا تختبرهولي ايه؟ ماشي ايوه، على جنب هنا. ماشي يا استاذه، يلا يا اتفضلي. خد يا اسطى 100 جنيه اهي. لا يا استاذه، 100 جنيه ايه ده؟ احنا بقالنا شويه بنلف مع بعض يعني. شويه، احنا ما كملناش ربع ساعه. ربع ساعه؟ ماشي يا استاذه، كده في 50 جنيه كمان. طيب لا يا 100 جنيه حلو. يا استاذه ازاي بس؟ بقول لك معلش، هي 100 جنيه والله، احنا ما كملناش ربع ساعه صاحب أصلاً. المكنه اصلا لوحده بياخد 500 جنيه مني في اليوم. معلش ان شاء الله ربنا يعوضك في اوردر تاني. طب هاتي حتى 30 جنيه. والله ما معايا تاني، اقسم بالله لو معايا كنت اديتك. ماشي يا استاذه، تعوض ان شاء الله. يلا ربنا يرزقك، يلا يا نور. دي كده ال 100 جنيه دي كده على جنب، مالهاش دعوه ولا بصاحب المكنه ولا غير صاحب المكنه. من بعد كده بقى الشغل يبتدي ان شاء الله على خير. مش عارف التأخير ده كله. جت اهي. ايه يا بنت التأخير ده كله؟ يا بابا انا ركبت مع بتاع التوك توك ولسه موصلني، بس اديته 100 جنيه بس. 100 جنيه؟ ليه يا بنت كده يا بنت؟ ده المشوار كله ما عملش 40 جنيه. هو خد 100 جنيه وقال لي ان هو اصلا بياخد انت بتاخد منه 500 جنيه. 500 جنيه ايه اللي باخدها منه؟ بتاخد منه 500 في اليوم، وما كانش اصلا موافق ب 100 جنيه، كان عايز 150. يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده هو ده ال 500 جنيه ممكن يوصلها لي في الاسبوع ده، هو يوم يديني 100، يوم يقول لي 70، يوم يقول لي 30، يوم يقول لي انا كنت عطلان. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو والله اللي قال لي كده، وانا اصلا عشان كنت شاكه فيه قلت اديله 100 جنيه اشوفه هيعمل ايه. انتوا متاكدين ان انتوا كنتوا راكبين مع التوك توك بتاعنا؟ ايوه. وازاي هو ما يعرفكوش يعني؟ هو ما كانش عارفنا بصراحه، هو كان عايز 150 وانا قلت له لا يا 100. 150 و100؟ يعني قصدي كلامك كده الراجل ده بيستقطعني يعني مثلا، ولا بيستقرضني، ولا ايه بالظبط؟ انا برضو كان شاكي في محله، لان انا كنت حاسه ان هو بيضحك علينا. لا حول ولا قوه الا بالله، عشان انا كويس مع الناس وطيب مع الناس يعمل معايا كده؟ طب اطلعي انت دلوقتي يا بنت وانا اما يجي لي. ماشي يا بابا. اطلعي يا بنت، توكلوا على الله. اخصى عليك عصفور. دي اخره الامانه اللي انا مامنك عليها؟ تعمل معايا انا كده؟ وبتقول للبنت اللي انت بتديني 500 جنيه كل يوم، البنت تقول عليا ايه؟ وانا اصلا بقول لهم ده التوك توك ما بيجيبش، ده كل اللي بيجيبه اصلا ما بيكفينيش انا مصاريفي على القهوه. على جنب هنا. ماشي يا حبيبي، انزل. اتفضل 120 جنيه. 120 جنيه ازاي يا ابني؟ انت بتهزر، ده المشوار ده اصلا ب 170 جنيه. والله العظيم هما اللي معايا، ما اعرفش اصلا اروح ازاي. يا الزبائن ضاربها الكابل ليه على الصبح كده؟ روح يا ابني، هو في ايه على الصبح؟ بس كده 100 100 كده على اللي معايا ودولت، يبقى 620، وعمان ياخد 100 على جنب بتاعته ال 100 اهي، ونحط ب 20 بنزين، ويبقى كده انا الحمد لله 600 جنيه النهارده. حلو قوي رضا. اقول الافندي شرف اما اشوف النهارده يقول لي اشتغلت بكام. انا مش مصدق نفسي. يا الحمد لله عمان، على السلامه. الله يسلمك يا عمان. ايه الاخبار؟ طمني، المكنه عامله ايه معاك؟ لا المكنه حلوه يا عمان، بس الجو رايح قوي النهارده يا عمان. مريح قوي. انت مش غاسل ليه المكنه؟ ايه التراب اللي عليها ده كله؟ الجو حفار بقى يا عمان. او فرق ايه؟ ما الواد بيسلمك المكنه نظيفه. بقول لك يا عمان، انا النهارده بصراحه ما اشتغلتش إيه الدنيا، وعجله كانت نايمه ولحمتها ورحت جبت نص كيلو زيت وزودته. حد قال لك؟ والزيت الباكم كان ناقص. كل ده انا عارفه. ايوه انا أيوة. بص، انا مروح بيه آه. 10 جنيه اهي. لا امسك كده يا ابن ال 50 جنيه دي معاك كمان اهي. لا يا عم، لا لا المكنه مالهاش والله دعوه. العظيم ابدا هتروح لبيتك ب 10 جنيه. امسك يا ابني كده. يا عم هاني، انت شغال معايا بقالك معايا كام سنه؟ 3 سنين من بدري. صح كده؟ عمري جيت خونتك في حاجه؟ لا يا عمان. عمرك جيت طلبت مني فلوس او طلبت مني سلفه ولا طلبت مني اي حاجه؟ لا سمح الله يا عمان، انت يعني بص حلوه قوي المكنه دي. هل انا مستني منها فلوس او محتاج منها فلوس؟ انا جايبها عشان انتوا بتاكلوا عليها عيش، صح ولا مش صح؟ ربنا يبارك لك. انما انا الحمد لله انا ربنا مرضيني ومعايا عربيتي والدنيا جميله وانت فاهم يا رب، يعني. وانت تستاهل يا حاج هاني. الله يبارك لك. فليه انت بتعمل معايا بقى انا كده؟ بعمل معاك يا عمان ليه بقى؟ تبقى شغال في اليوم ب 300 400 جنيه وتيجي تقول انا ما اشتغلتش الا ب أنا؟ 50 افهمني بس، كل حاجه ظهرت وبانت. على فكره بنتي اللي كانت راكبه معاك الصبح وكنت انت بتتخانق معاها عايز منها 150 وهي اديتك 100 جنيه. بنتي اللي كانت مسايبه شعرها وكان معاها بنت صغيره معاها زونت كده. دي كانت بنت انا. اللي ده ال 100 جنيه اهي. ده انا بص بقى، لو حاسبك لا اصبر. لا مش مش دي. 100 جنيه. هو انت ما ركبتش الا هي بس. افهمني، انت كده كده مالكش اكل عيش معايا تاني.
وحسبنا أنا الله نسيت ونعم أفهم. الوكيل في كل جنيه قبلته على نفسك ودخلته على عيالك. اتوكل على الله ما تجيش تشتغل معايا تاني. يا حاج وعلى يعني فكره هقول لكل سواقين التكاتك كل اصحاب طب التكاتك هقول تقطع لهم عيش عليه. ليه؟ طب بقول لها طب انا ال 100 جنيه كنت ولا ناسي. اقطع عيشك ولا تقطع عيش. يلا يا عم توكل على الله. طب خد توكل على العشرة الله يا جنيه. عم. توكل على الله يابا يلا. ال 10 جنيه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في اللي زيك يا اخي.